اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هبدأ معاكم بروتين سهل وبسيط ويوم السوق. هقول لكم يعني أنا بعمل إيه بالظبط يوم السوق وكده، ولأن بصراحة بيبقى يوم تعب وبهدلة، لأن السوق بتاعنا ما بيبقاش فري، احنا بنركبه مواصلة حوالي نص ساعة أو ساعة إلا ربع كده عبال ما توصلي للسوق. كده اتغدينا، هبدأ معاكم بعد الظهر. اتغدينا والحمد لله، طبعا المواعين مالية الحوض. بعد كده فضيت الحاجة بتاعتي، طماطم طبعا، البطاطس، الكرومبة دي الصغيرة ديت كانت ب5 جنيه، كنا جايبينها لسلفتي. وكنت جايبة بسلة برضو عشان نخزنوها وكده، كان الكيلو حوالي ب20. والجزر كان ب5 جنيه. هقولكوا الأسعار بتاعتنا اللي هي حاليا دلوقتي. وربطتين السبانخ ب10 جنيه، وأربع ربط الليفت اللي هو المخلل ده ب10 جنيه، وربطة الخاص فيها 3 خاصات 3 جنيه. البطاطس ب15 والاتنين ب25، مش كلها طبعا. ده حال المطبخ طبعا. بعد كده بدأت بقى قطعت السبانخ وبشوحها تشويحة خفيفة كده، ايه عشان نسيبوها لتاني يوم نطبخوها، لان اول يوم سمك زي ما انتوا شايفين. والبسلة فرطتها وحطيت عليها الجزر المناسب لنا يعني، وبرضه احطها في الفريزر. انا ما بجيبش بكميات، كل لما اروح السوق اجيب مثلا مره بسله مره جولجاز كده. لما السبانخ احنا الصراحه ما بنخزنوهاش لان هي بتسود. كده خلاص اهوتي بعد ما فردت البسله وحطيتها في مكانها والسبانخ خرطتها برضو، واتغدينا وغسلت المواعين كلها، والمطبخ بقى زي الفل. زي ما انتوا شايفين كده، كانت الرخامه والشفونيره معلاش اي مواعين ولا عليها اي حاجه. وكمان كنت غسلت الخضار بتاعي العشا وكده، بصل، الجرجير، في ريح السمك. ودي السبانخ بعد ما خرطتها تخريطها ناعمة خالص. وان شاء الله برضو هوريكم ازاي انا بطبخها يعني، او بطريقتنا احنا بنطبخوها. قطعتيها تخريط ناعم خالص بالسكينة عشان ما تكونش تخينة يعني، الحتت بتاعتها يعني حتت كبيرة. بعد ما شوحتها يعني، مش هشوحها خالص، يا دوبك ايه تدبل بس. وهسيبها بقى في الحلة، وبعد كده هبقى احطها ايه في التلاجة لتاني يوم. احنا تاني يوم على طول بنطبخها لان ما بنحبوش نسيبوها كتير في التلاجة، تاني يوم بكتير. بعد كده بعد ما خلصت المطبخ وعملت السبانخ والبسلة وكده كله تمام، غسلت المواعين وكنست المطبخ وكنست الأرضية بتاعت بيتنا كلها، لأن كان اليوم ده البيت كان متبهدل خالص كده زي ما انتوا شايفين اهو. بعد ما خلصت كده كنا حوالي بعد الظهر في اليوم ده برضو، يا دوبك جيت من السوق، طلعت غيرت هدومي، وبعد كده نزلت اتغديت. قبل بقى ما انزل تاني، كنت مطلعه الفرشه بتاعت البطاطين بتاعت الاوضه وكده يعني تتشمس. كان اليوم بصراحه كان يوم حلو. بعد ما خلصت طبعا كل اللي ورايا تحت، وغسلت السمك وحضرت كمان البراء، سبتهم تحت وطلعت فرشت الاوضه بتاعتي الاول عشان اقفلها قبل الدنيا ما ترطب او المغرب يجي وكده. كده خلاص اهو. كنت بدأت بقى انزل الفرشه بتاعتي من على السطح. اتمنى منكم لو عجبتكم القناه بتاعتي او طريقه الفيديوهات بتاعتي، يا ريت بس تحطوا لي لايك وكلمه حلوه منكم. بعد كده كنت طلعت خلاص على السلم عشان اجيب بقيه ايه الفرشه بتاعتي. يعني انا بنزل الاول الحاجه اللي انا بفرشها، اللي هي مثلا طقم السرير واللحاف اللي هو القطيفه. وبعد كده هطلع ايه اجيب اللي هي البطاطين بتاعتي اهو زي ما انتوا شايفين. بصراحة كان الجو حلو وكانت الشمس طالعة. بصراحة أنا بستغل الشمس في اليوم يعني اللي تكون الشمس حلوة فيه أو الشمس طالعة، بطلع فرشة، أطلع السجاد، مخدات، فرشة حماتي تحت كده يعني. أنا بحب أطلع الفرشة بصراحة في الشمس على طول، بحس إن ريحة الشقة بتتغير، ريحة الفرشة بتتغير كده يعني. كده بقى حبيت ايه اصور لكم وانا واقفه شويه كده المنظر الحلو الجميل ده بالارض الخضرة ديت والسمكه الصافيه، وكان يوم حلو.
كده خلاص اهو، كنت نزلت بقى الفرش، وان شاء الله باذن الله نغسل الغله بتاعه رمضان. هوريكم احنا ازاي بنغسلوها وبننشفوها وبنبيضوها وبنهزوها، كل التفاصيل دي. بس حطوا له لايك بالله عليكم على الفيديو دي، عشان لو وصل لحد معين من اللايكات هنزل لكم الفيديوهات دي. كده خلاص بعد ما دخلت فرشتي الحمد لله وقفلت الشقه، وكان بيتنا من فوق لتحت كان نضيف، وكانت شقتي نضيفه. خدت طبعا السمك وخدت البراء ورحت عند الفرن الجاش بتاع امي عشان ادس. اهو زي ما انتوا شايفين السمك ده كان حوالي ب70، لان السمك غالي بصراحة اليومين دول. وده كنت عند طار امي وكده، كنت قاعدة اصوره لكم. بس امي لو تعرف هتكتني، لان بتقول لي يا نجوى ما تصوريش ولا تعملي فيديوهات وكده، بس انا حابة الموضوع يعني. اهو زي ما انتوا شايفين كده خلاص بقى بدأت اولع، وما عرفتش اصور لكم من الاول لان انا كنت بصور بايد، وطبعا بعمل بالايد التانية. كده كنت حطيت البرام بتاعه برام امي وهشوي وادس وكده. طبعا انا بدس الاول وبعد كده برجع اشوي السمك بعد الدس، لان ساعتها بيكون الفرن حامي والسمك ما بياخدش كتير في الفرن عشان ما ينشفش. كده خلاص اهو. وكانت بقى البط والفراخ فريح بينجوا الرز اللي كان واجع من الجش. وبرضو بنت عمي كانت جايبه صينيه بطاطس، جايت لي حمرها فريح يا نجوى، حمرتها فريح مش هخسر حاجه يعني. وده السمك اهو. كانت خالتي بقى ساعتها فريحي، كانت هي كانت عند امي يعني، كانت ساعتها هي رصت لي السمك. كده كنت شويت السمك ورديت البرايم تاني عشان ترد لو كانت فيه رز ني وكده، ترد تكمل السوا بتاعها. وكده كنت خلصت السمك بقى، وكنت قعدت شويه كمان عشان كان وشي سخن ساعتها، عشان لو طلعت بره ما اخدش برد. كده خلاص الحمد لله، وتعشينا وشربنا الشاي وبقينا زي الفل. جوزي بقى الله يدي الصحة والعافية وحماتي، طبعا انا كنت في السوق جيت لقيتهم منزلين الغل من البرميل اللي احنا بنخزنه فيه وكده. هبدأ بقى انا وسلفتي نغسلوها. حماتي طبعا الجو كان ساقع، كنا بعد المغرب غسلتها انا وسلفتي بعد المغرب، هي نزلت وغسلناها انا وهي مع بعض. اهو زي ما انتم شايفين. طبعا بنحطه في الطشت وكروانة وجردل، بنفضوا الغلة، وبعد ما بتفضي الغلة بتحط عليها شوية مية وتسيبها شوية حوالي ربع ساعة كده. وبعد كده بقى هبدأ انا وسلفتي نغسلها قصاد بعض. طبعا بيبقى فيها طينة، بيبقى فيها عفار، ده كله بينزل مع المية واحنا بنغسلوها. وطبعا الحمد لله برضو ان احنا حمامنا وسع وبقى واسع، وبنغسله في الغلة بطاطين حصاير السجاد بتاعنا. بصراحة مساعدنا في الحاجات دي خالص يعني، فكرة حلوة اللي احنا جددناها برضو. اهو زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى انا وسلفتين هنغسلوها ونخلصوها خالص، وان شاء الله بإذن الله الفيديو الجاي هقول لكم ازاي طلعناها فوق ونشرناها، والمواضيع دي كلها هتشوفوها في الفيديو الجاي ان شاء الله بإذن الله. زي ما انتم شايفين كده بنغسلوها كذا مرة، وبندعكوها كويس وبنمنع عليها الطشت، ونقلبوه ونفضوا المية لحد ما تكون الغلة ميتها رايقة خالص وبيضة. وبعد كده بنشطفوها بالمصفى حبة حبة لغاية ما المية تكون نضيفة خالص. كده خلاص اهو، كنا غسلناها وخلصنا كمان. بعد ما خلصنا بقى الكوتشيات بتاعت محمد ابنه ومحمد ابنها، مسكناهم وغسلناهم بالمرة، بما اننا يعني احنا في الحمام، وكان ساعتها كنا دخلنا على الساعة 9 كده، غسلناهم بالمرة عشان ما نسقعوش يعني، واحنا سجعانين في المية عشان ما يغسلوش تاني.